ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده بقى في حفله في الجامعه، انا مش رايح مخصوص عشانها. بس رحت حضرت المحاضرات عادي وطلعت اشوف ايه الدنيا بقى وكده. فقلت اصور لكم فيديو بالمره وانا هناك. فتعالوا شوفوا الحفله دي كانت عامله ازاي. حرفيا كان في كميه بني ادمين في الجامعه، انا اول مره اشوفهم اصلا. يعني تقريبا كان في ناس من بره الجامعه مزورين وصل مصاريف وداخلين بيه. فاهمين؟ وفي ناس مزورين اللي هو ورقه الكشف الطبي وداخلين بيها يعني. كل دول اصلا ممكن يشيلوا قضية تزوير كلهم بجد. معرفش، في ناس جاية من جامعة عين شمس، في ناس جاية من معاهد، في ناس جاية من جامعة القاهرة. كل ده عشان بس قالوا ان في حفلة فيها اوكا ومصطفى حجاج، والحفلة فور فري يعني. وعايز اقول لكم ان انا رحت ولا شفت مصطفى حجاج ولا شفت اوكا، وجم بعد ما انا مشيت اصلا. بص، انا عامه اصلا مش بحب الزحمه ولا النوع ده من الاغاني، بس رحت كتغيير جو يعني، اللي هو الواحد يفك شويه من الاكتئاب اللي هو فيه. بص بقى، على رغم الزحمه دي ما حصلش اي موقف وحش ولا حد ضايق حد او كده يعني. ما حصلش خناقه مثلا او اي حاجه من اللي احنا متعودين انها بتحصل في اي زحمه يعني. طبعا كل ده هدفه ماركتينج لشركه كوكاكولا. يعني الشركة هي اللي منظمة الحفلة دي، وهي اللي عاملة كل حاجة في قلب الاستاد بتاع جامعة حلوان. كان في برضو شركة نسكافيه، كانوا بيوزعوا كاس نسكافيه كده. وطبعا كل واحد بيعمل دعاية للمنتج بتاعه بطريقته. فدي تعتبر أقل حاجة ممكن تعملها كوكاكولا، لأن كوكاكولا أصلا من الشركات اللي هي عندها فلوس كتير يعني. كان برضو في قلب الاستاد ده كانوا جايبين ناس بتعمل اكل، والناس دي يعني محلات مشهورة. كانوا واخدين جزء من الاستاد بيعملوا فيه اكل، وكانت الناس اللي في الحفلة بتشتري اكل. فده برضو من ضمن التسويق اللي هو يعني حاجة كويسة جدا. ما علينا، مش عارف انا بكلمكم في التسويق والحاجات دي ليه. يمكن عشان في كلية التجارة، الكلية لحست نفوخي، معلش. بس بجد انا عايز اعرف كم واحد النهارده كان في الجامعة هو اصلا مش من جامعة حلوان يعني. كان من جامعة عين شمس او من اي حتة تانية، او اصلا هو مش في جامعة او صاحبه دخله. يعني يا ريت اي حد مش في جامعة حلوان وجه حضر الحفلة دي يكتب لي في الكومنتات تحت. ليه اصلا انت كانسان عاقل تروح حلوان حلوان عشان تيجي تشوف اصلا حفلة زي دي؟ يعني ممكن تبقى تحضرها في اي مكان تاني وتدفع لها تيكت عادي يعني. مع انا شايف ان جايبين ناس ما تستاهلش ان احنا ندفع لهم تيكت بقى، معلش يعني. يعني اوكا، تقريبا افتكر اخر مره سمعت الاغنيه من ايام لما كنا في المدرسه، لما كنا في عيال كده سرسجيه بتقعد تشغل له اغاني على الموبايل. كنت ساعتها بسمعه وقتها، بس انما بعد كده خلاص اوكا ده خلاص يعني اختفى عن اي حاجه، ومبقاش اي حد يسمعه تقريبا يعني. بس هو الموضوع ككل ان في اغاني بقى ومزيكا وناس جايه تفرغ الطاقه اللي عندها. فدي اكتر حاجه عجبتني، بغض النظر بقى هما جايبين مين ولا ايه بالظبط. هنا بقى خلاص قررنا نمشي، عشان يعني خلاص زهقنا، الموضوع بقى ممل قوي، ما شوفناش اي حاجه جديده. فهنروح. واحنا ماشيين كده هوريكم العدد من فوق. حرفيا انا ما اعرفش ايه كميه الناس دي يعني. معقول كل دول في جامعه حلوان؟ بس مستحيل. منظر يخض من فوق، ما اعرفش ايه كل البشر دي. ونزلنا بقى من الكوبري ده اللي ما اعرفش اصلا اتعمل ليه وهتعمل عشان ايه اصلا. الجامعه بجد تصميمها غريب، وفيها حاجات غريبه قوي في التصميم الهندسي بتاعها يعني. انا بس كنت عايز اقول لكم، اكد عليكم تاني، ان انا ما روحتش مخصوص علشان الحفله دي. انا نازل حضرت المحاضرات عادي جدا. بعد كده روحت شفت في ايه. انا اصلا كنا ماشيين يعني، كنا خارجين من المحاضرات وهنمشي، لولا ان سمعنا صوت عالي قوي. فقلنا ايه ده؟ طب ما نروح نشوف في ايه. فروحنا لقينا المنظر ده، الزحمه دي، فشدتنا ان احنا نفضل واقفين بنتفرج على الموضوع لحد اخره كفضول. بس فقعدنا يا دوبك يعني، مكملناش ساعة أو ساعتين. كملناش ساعة تقريبا ومشينا على طول يعني، مفضلناش بقى واقفين. طبعا في ناس كملت لحد الآخر، لحد ما مصطفى حجاج جه، ومعرفش أوكا جه ولا لأ. فلو أوكا جه اكتبولي في الكومنتات، لأن عشان عايز أعرف.
وهنا بقى كنت جبت عصير عشان كنت حران، وبعدين نزلت ركبت المترو، ركبت المترو. هنا كنت نازل ببدل المحطة التانية عشان هروح من الجيزة، ومن الجيزة اخد حاجة للرماية بقى، ومن الرماية اخد حاجة للحدائق. هتقولي ليه ركبت المترو مش كنت بتركب ميكروباصات؟ اقول لكم عادي فراغ، يعني كنت عايز اروح مع صحابي بدل ما اروح لوحدي في الميكروباص، لان مش بلاقي حد يروح معايا في الميكروباص. فليه بقى اقعد طول الطريق ساعة الا ربع قاعد لوحدي؟ فساعات لما بكون مش عايز اروح لوحدي بروح معاهم. دي محطة فيصل، اكتر يعني اكتر شارع بكرهه شارع فيصل ده. ما علينا. هنا كنت خلاص وصلت محطة الجيزة، هركب بقى حاجة للرماية. كنت عايز اروح بقى بسرعة عشان اقعد اذاكر، لان عندي assignment بتاع accounting المفروض هيتسلم يوم الاحد. لو حد هنا بيشوفني ومعايا في الكلية ولسه ما عملهوش يكتب لي في الكومنتات ان هو لسه ما عملهوش، اللي هو الاساينمنت بتاع دكتور هبة شاكر. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو اول مره تشوفوني بقى متنسوش تشتركوا في القناه وكل الحاجات الحلوه دي. يا ريت يبقى في شويه تشجيع كده عشان اعرف انزل فيديوهات جايه كتير وكده يعني. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وبحبكم جدا جدا. سلام.